باللاش. لثاني مرة نزار محروس يخسر المواجهة السورية مع المدربين السوريين. أنس مخلوف وفي راس الخطي. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي أربيل. هنا أركان وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء لأركان، بطاقة حمراء لأركان. البطاقة الثامنة الحمراء اللي يشيرها حكم المباراة محمد طارق أحمد في 8 مباريات قادها. هذه المباراة الثامنة يشهر 8 بطاقات حمراء. قبل هذه المباراة كانت 6 بطاقات حمراء، واليوم بطاقتين حمراء لهلو فاق، والآن إلى أركان. أركان أيضا يخرج بالبطاقة الحمراء. ركلة حرة مباشرة لمصلحة أربيل. كوسرة بايز، كوسرة ينقل كرة داخل منطقة الجزاء. أربيل الرأسية مرت إلى خارج الملعب. ركنية، ركنية لمصلحة نادي أربيل. ركلة ركنية لأربيل، ركلة ركنية لأربيل، ركلة ركنية لأربيل. كل فريق يلعب ب10 لاعبين. اللحظات الأخيرة شهدت حالة طرد للاعبين من أربيل وزاخو. ركنية لأربيل، هل يتمكن من تقليص الفارق؟ عماد عيسى حارس المرمى عادت من جديد لحيدر قرمان. حيدر يعيدها إلى كوسرة بايز اللي يأتي على جهة اليمين. كوسرة يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، وهدف هدف هدف لأربيل. هدف عن طريق سفين. سفين يسجل هدف لأربيل. سفين يسجل هدف لأربيل ويحرك مدرجات ملعب فرانسو حريري. إذن أربيل الآن يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق سفين. سفين يسجل هدف أول لفريق أربيل. لاحظ الإعادة وبلمسة من سفين منصور يسجل لفريق نادي أربيل هدف في مرمى زاخو. في مرمى زاخو لتصبح النتيجة هدفين لزاخو مقابل هدف واحد لأربيل عن طريق سفين منصور، ليسجل ثالث أهدافه مع أربيل خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى الديوانية وفي مرمى نفط ميسان. الآن يسجل في مرمى زاخو. 2-1 النتيجة.